السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبعافية وزي الفل. في البداية ما تنساش ان انت تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما تنساش الصلاة على الحبيب، مهمة جدا. بعد ما صليت على الحبيب تعالى نبدأ بحاجة مهمة جدا ليها علاقة بميدو وأسامة حسني وجمال جبر. قصة جميلة جدا ومعبرة جدا ولذيذة ولازم حضرتك تكون عارف. القصة بتبدأ ان السيد احمد حسام ميدو نزل بعض التويتات بيهاجم فيها السيد جمال جبر والسيد أسامة حسني وبيتهمهم باتهامات مهمه جدا. المهم سيد جمال جبر والكابتن اسامه حسني خدوا بعضهم وراحوا للمستشار القانوني في النادي الاهلي سيد محمد عثمان، وطلعوا على النائب العام بيشتكوا فيه السيد احمد حسام ميدو بانه قال كلام عليهم غير صحيح. حلو حلو لحد دلوقتي الموضوع عادي. هوبا يا جدع نفاجئ ان بعد ما عرفنا ان يعني جمال جبر واسامه حسني طلعوا على النائب العام نلاقي ميدو بيمسح التويتات، وفجاه دخلنا في مود بقى ايه، المود القديم اللي هو بتاع ايه، لقد تم استرداد الحساب بنجاح. لقد تم استرداد الحساب بنجاح والحمد لله الحمد لله. فاكتشفنا قال ايه، الحساب كان متهكر ويعني هو ما كانش يعرف. وهنا بنضع بعض علامات الاستفهام. ماشي، انت هتحاول ان انت تضحك علينا، اوكي يا باشا، بس في حاجه يا كابتن ميدو لازم تكون عارفها. حضرتك لما الكلام ده طلع، هو الكلام ده ما طلعش امبارح ولا اول امبارح ولا اول، لا ده بقاله فتره. فحضرتك ليه على برنامجك ما طلعتش تقول والله يا جماعه الخير الحاجات اللي اتقالت دي والله انا ما اعرفش عنها حاجه لان الحساب بتاعي متهكر؟ ما طلعتش قلت ليه؟ ده برنامج ويوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، فجاه حضرتك اكتشفت ان الحساب كان متهكر اول لما الناس طلعت على النائب العام، فقال لك والله ما كنتش اعرف والله، ما اعرفش ايه اللي حصل. ف جود جوب. فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي لازم تكون عارفها وهي ليها علاقه بازمه حصلت امبارح او كلام كتير حصل امبارح او نقدر نسميها مهرجان الاشاعات الكتيره اللي بدات من بدري ضد عمنا امام عاشور. امبارح امام عاشور طلع عليه اكتر من اشاعه. الاشاعه الاولى بتقول لك انه راح بيراميدز، خلاص امام عاشور مضى مع بيراميدز وكل عام وانتم بالف خير وها واضحك يا جدع وبص يا اهلاويه واتضحك عليكم، وامام عاشور طلع زملكاوي وراح هناك موسمين عشان يلف ويرجع للزمالك ومش عارف ايه، واوف امام عاشور حطه صح وانت عارف الكلام ده كله. طب هل الكلام ده حقيقي؟ طبعا اي كلام. طيب الحاجه الثانيه، طلعنا بقى على دي ما نفعتش فطلعنا على واحده تانية اللي هي اصابه امام عاشور اصابه مزمنه. يا عم ازاي؟ قال لك والله اصابه امام عاشور اصابه مزمنه. طيب هنا بقى لازم تقف وقفه. هل امام عاشور عنده اصابه مزمنه؟ قولا واحدا لا. طب هل امام عاشور عنده اصابه؟ قولا واحدا واحد يقول لي يعني هو ما عندوش اصابه مزمنه ولكن عنده اصابه اصلا. واحد يقول لي يعني لو حضرتك فاكر فهو ساب النادي الدنماركي ليه؟ لو تفتكر لما كان بيلعب في الدنمارك هو ساب الدنمارك ليه؟ هو سابها عشان كان مصاب، والنادي الدنماركي اعلن اصابه امام عاشور واعلن ان اللاعب هيرجع مصر للعلاج. لو تفتكر ايام لما كنا بنقول ان اللاعب جاي يتعالج عند دكتور سيد عبد الحفيظ، فدكتور سيد عبد الحفيظ هو اللي كان بيعالجه، فاللاعب مصاب. انت يعني كنت عارف الكلام ده في ساعتها بس غالبا اتنسى، يعني الموضوع اتنسى طبعا في الهوجه دي، ولكن اللاعب مصاب ولسه بيتعالج ولسه قدامه وقت. فدي حاجه لازم تكون عارفها. طب هل دي حاجه تمنع التعاقد مع السيد امام عاشور؟ لا خالص. لاعب كان موجود امبارح على فكره في النادي الاهلي، يعني عشان بس تبقى فاهم، اللاعب كان موجود امبارح في النادي الاهلي، كان موجود امبارح في النادي الاهلي. فكل سنه وانت طيب يعمل برومو وبيعمل حاجات ومحتاجات، فدي حاجه لازم سعادتك تكون عارفها. الصفقه خلاص خلصت من زمان، من زمان مش لسه من دلوقتي، والكشف الطبي والحاجات دي انت عامله من فتره كبيره جدا، والاصابه انت على علم بيها وانت شغال عليها. وخليني اطمن سعادتك بحاجه، امام عاشور عشان يلعب مع النادي الاهلي اقرب ماتش ليه يقدر يلعبه مع النادي الاهلي لسه كمان شهرين، اللي هو الماتش بتاع اتحاد العاصمه الجزائري في كاس السوبر. شوف لسه قدامك لسه بدري قوي، لسه بدري قوي، يعني انت بتتكلم في لسه بدري. ده هيكون النادي الاهلي خلص الدوري ولعب ماتش الكاس وخد اجازه واللعيبه راحت اجازات ورجعوا عملوا فتره اعداد، هو بقى يكون موجود معاك بقى في الفتره دي. فاول ماتش اصلا امام عاشور يقدر يلعبه هيكون في كاس السوبر ضد فريق اتحاد العاصمه. ده اول ماتش يقدر يلعبه امام عاشور، وبالتالي فكل الزيطه والزنبليطه اللي اتعملت امبارح دي كانت من باب الاشاعات. حضرتك لازم تعرف ان موضوع امام عاشور عامل زي موضوع كهربا، يعني نفس الكلام اللي كان بيحصل ايام كهربا، وكل يوم اشاعه وكل يوم حوار
نهار وكل يوم ليله هيحصل برضو مع امام عاشور. فلازم حضرتك تكون عارف من دلوقتي ان الهري في الكلام ده هيبقى كتير، فدي حاجه لازم سعادتك تكون عارفها. طيب من الحاجات اللي برضو لازم تكون عارفها وهي ليها علاقة بمحمد شريف وعرض كاراجمرك. هل الاهلي هيوافق على عرض كاراجمرك؟ اقول لك ولكن واحد يقول لي يعني بص لازم تعرف قصة قبل ما نتكلم على محمد شريف. طيب القصة في ايه؟ القصة يا عزيزي المشاهد واربط بقى الاحداث، لان الموضوع بقى مسلسل كوري ساقط هابط. يعني مسلسل كوري ساقط هابط، او ممكن لا، المسلسلات الكوري حلوة، ممكن يبقى مسلسل تركي واقع، يعني حاجه كده. المهم المسلسل ده ايه؟ بص يا باشا وركز معايا. الاهلي راح يتفاوض مع سوزا، حلو، وزي ما انا قلت لك ان الاهلي بيتفاوض مع سوزا على الحنين، يعني بيروح وبيقدم رجل وبيأخر رجل لان في لاعب تاني هو حاطط عينه عليه. المهم فالاهلي راح عند سوزا، فزي ما انت عارف بيقدم رجل يأخر رجل، فقعد بقى يتفاوض، لا والله 500، لا 300، طب 250، طب مش عارف ايه. المهم انت ايه، عمال تطلع في المفاوضات. في الوقت ده النادي الكوري اللي انت بتتفاوض معاه عنده لعيب انتقل هوب على ميتلاند، وهذا اللاعب كان يعني المهاجم الاساسي بتاعه، فكان هو اللي بياخد المكان مكان سوزا. خلي بالك سوزا في اخر فتره مع الفريق الكوري قاعد دكه ما بيلعبش كتير، فالمهاجم الكوري ده هوب ضرب طياره وطلع على الدنمارك، على نادي ايه، على نادي ميتلاند. حلو حلو. هوب بقى سوزا ده اللي كان ترتيبه في المهاجمين رقم 2 بقى رقم 1 لان مفيش غيره. فهوب النادي بقى الكوري قام جاي بدل ما كان حضرتك بيتفاوض معاك على 500 300 600 الكلام ده كله، قام رجع لك تاني ضارب في العريض وقال لك 3 مليون دولار. معلش امشي معايا عشان الموضوع شيق جدا. المهم فانت برضو عمال تتفاوض معاه وبتتكلم معاه، يعني هل الصفقه وقفت؟ لا ما وقفتش، بس انت لسه قاعد بتتفاوض معاه. هوبا يا جدع، فايه لما انت اللعيب الكوري ده طلع من هنا راح هنا، فانت بصيت لقيت ان في لعيب اصلا انت كنت حاطه في الدرج زمان، وهو لو تفتكر اسمه سوري كابا، اللاعب الغيني. فاكر كنا اتكلمنا عليه من فتره قديمه كده شويه. المهم هذا اللاعب موجود في ميتلاند. لا سبحان الله، شوف يعني شوف الاقدار. فموجود في ايه، في نادي ميتلاند. فانت قلت الله، طب ما انا طب ما خلاص انا اروح اتكلم مع ايه، مع سوري كابا، على الاقل اصغر كمان سنا والكلام ده كله. فقمت ايه شادد هاند بريك لذيذه وطالع على ميتلاند تتكلم مع عمنا سوري كابا. معلش انا عارف ان الموضوع معقد بالنسبه لك، يعني انا اسف. واحد يقول لي امبارح، انا يعني انا بقول لك التفاصيل اللي موجود. فاحنا رحنا لميتلاند تاني نقول له طب والله ما انت عندك مهاجم يا ميتلاند اسمه سوري كابا، ما بتفكرش تبيعه؟ ما انت جبت لسه مهاجم من كوريا الجنوبيه من بتاع. فانت بتتفاوض هنا وبتتفاوض هنا وبتتفاوض في حته ثالثه. واحد يقول لي يعني في 3 لعيبه انت بتتفاوض معاهم، سوري كابا بتاع ميتلاند وعمنا سوزا وبواتينج اللي موجود في رويو افي. اهو اول مره افصح لك عنه، كل مره اقول لك لعيب افريقي بيلعب في الدوري البرتغالي. بواتينج بتاع نادي ريو افي. يبقى انت بتتكلم مع 3 لعيبه، يبقى بواتينج، سوري كابا، سوزا. طيب مين الاكثر حظا دلوقتي او النهارده بقى؟ الاكثر حظا النهارده بما ان احنا هنمشي اليوم بيومه هو بواتينج. ده الاكثر حظا حتى الان، يعني حتى الان بقى خلاص احنا يعني حتى امبارح لما احنا اتكلمنا على سوزا انا قلت لك ان الصفقه ما اتحسمتش بنسبه كبيره، او قلت لك ان هي اتحسبت بنسبه كبيره بس في نسب ممكن تبوظ، في كم في المية ممكن تبوظ. فالنهارده انا بقول لحضرتك ويعني معلش انا اسف يعني ان انا بقول لك، فده الوضع الحالي، دي القصه اللي موجوده دلوقتي. فهو ده اللي اجل موضوع اللي هو بتاع سوزا. كان المفروض ان سوزا هو اللي يتم الاعلان عنه، ما تمش الاعلان عنه نتيجه للقصه الطويله العريضه اللي انا قلتها لسعادتك دي دلوقتي. ففهمت حاجه؟ فيبقى احنا قدامنا بواتينج، قدامنا سوزا، قدامنا سوري كابا، وارد بقى حد رابع يقوم جاي طالع في السكه، وارد جدا.
فده حاجه. طيب واحد يقول لي يا جدع طب محمد شريف، ما محمد شريف بقى قاعد مستني القصه اللذيذه اللي انا عمال احكيها لك دي كلها تخلص، لان القصه دي لو ما خلصتش فمحمد شريف مكمل. طب القصه دي لو خلصت هتفتح المجال لمحمد شريف ان هو يطلع، وانت كده كده رجعت صلاح محسن، قلت له ان انت موجود، فهيبقى فاهم، فواحد يطلع وواحد موجود. فهمت حاجه؟ فده بالنسبه لموضوع محمد شريف. يعني انا عارف ان انا قلت لك قصه، بس هي لازم تتقال كده، لازم تعرف القصه عشان تعرف ان محمد شريف بتاع. طيب اخر حاجه عايز اتكلم عليها وهي ليها علاقه ب بتاع ده كريم نيدفيد. كريم نيدفيد خلي بالك، وكل معارين النادي الاهلي رجعوا. طيب ولازم بقى تعرف حاجه، كريم نيدفيد وكل معارين النادي الاهلي، هل لما رجعوا انت قلت لهم بره؟ لا، انت اديتهم كلهم كل لاعبي النادي الاهلي المعارين في الخارج، اللي احنا فاكر كنا عملنا حلقه اتكلمنا عليهم، حوالي 23 معار او حاجه زي كده. ال 23 معار دول انت اديتهم كلهم اجازه اسبوع، قلت لهم خدوا اجازه اسبوع، وبعد الاسبوع ده هنرد على كل واحد فيكم. طب كريم نيدفيد ايه نظامه؟ كريم نيدفيد انت قلت له ان انت اسبوع. طيب اشمعنى كريم نيدفيد اللي انا مركز عليه؟ لان كريم نيدفيد مرتبط بحاجات كتيره او احداث كتيره لازم تبقى عارفها. شوف، لو الاسبوع ده خلصت صفقه بوبو فكريم نيدفيد هيمشي. طيب لو الاسبوع ده صفقه بوبو ما خلصتش فكريم نيدفيد هيكمل. يعني نيدفيد مرتبط بصفقه بوبو، يعني لو انت جبت بوبو فكريم نيدفيد هياخد السكه، طب ما جبتش كريم نيدفيد قاعد مكمل. طيب الباقيين ال 23 لاعب اللي انت عايزهم دول، او ال 23 لاعب المعار اللي رجعوا، انظمهم نفس الحوار بتاع نيدفيد ينطبق عليهم كلهم. بمعنى انت مثلا عايز مدافع، ما توفقتش في المدافع، يا جماعه شوفوا لنا مين المدافعين اللي بره، فعندك سعد سمير، عندك محمد مغربي، عندك مش عارف ايه، طب خلاص نشوف مين فيهم. طب والله انا عايز مثلا باك شمال، والله ما فيش، طب شوف بقى، فاهم؟ فانت الاسبوع ده هو اسبوع حسم بقاء او رحيل اعداد كبيره جدا من لاعبي النادي الاهلي، فدي حاجه لازم سعادتك تكون عارفها. فالاسبوع ده هو الحاسم بالنسبه لي معارين النادي الاهلي كلهم، لان الاسبوع ده يعني انت هتبقى واخد الاوكي من اكتر من صفقه انت بتحاول تخلصها. تمام. فده بالنسبه لي موضوع كريم نيدفيد. الحلقه الجايه معلش عشان الحلقه دي طولت، هبكلمك على مباراه المقاولين وتشكيله النادي الاهلي والقائمه بتاعه النادي الاهلي، وعندي كام مفاجاه كده وحاجه ليها علاقه ببرونو سافيو وكلام كتير هنتكلم عليه في الحلقه القادمه، فاستناها لانها حلقه لازم تعرف فيها حاجات كتير جدا. بس كده، سلام عليكم.